بسم الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا انا كل شويه عماله اغيب عليكم في الفيديوهات، بس معلش. لاول مره يشوف قناتي يشترك فيها ويفعل زر الجرس ويكتبوا لي تعليق حلو كده عشان يوصلكم مني كل جديد. انا بقى النهارده هعمل لكم السمك الجميل القمر ده. السمك البوري سنجاري. بس طبعا ما اتفتحش سنجاري يا جماعه، احنا اللي جابهولي ما نضفه للاسف، فانا ما فتحهوليش سنجاري، فانا قلت مش مهم. كده كده بنحطه في ورق زبدة وورق فويل، فان شاء الله هتمسك نفسها برضو عادي يعني. فانا قلت برضو اوريكم عشان اللي ممكن يقع في نفس الوقعة دي او الغلطة دي، ان هم ينضفوا السمك عادي يفتحوا بطنه. يقدر يتصرف ازاي. هنا بقى طبعا انا كان عندي كيلو، هي الواحدة نص كيلو. نضفتها كويس جدا و... وعملت بقى زي سلطة كده. من قوطة وبصل وجزر وفلفل. عايزين تحطوا اي خضار تاني بتحبوه حطوه. دي اسهل طريقة واطعم طريقة يعني. هنا بقى طبعا انا كنت خرطت كل الخضار بالسكينة، والجزر طبعا عشان بياخد سوى اكبر فانا كنت عملته بالمبشرة. هنا بقى طبعا قطعت الفلفل اهو، وحضرت الورق الفويل وورق الزبدة. طبعا السمك انا كنت بقى بعد ما غسلته كده انا تبلته في التتبيلة بتاعه السمك المعتادة اللي هي توم وفلفل وكمون وملح. وليمون وخل، التتبيلة المعتادة تبلته فيها خالص عشان يبقى كويس ويبقى طعمه حلو. لان مش هنعتمد على الملح اللي هيبقى في السلطه بتاعه ال- التتبيله يعني. السلطه دي هنحيقها لوحديها، فاحنا هنتبل السلطه لوحديها والسمك لوحده، بحيث ان كل حاجه تبقى متبله وتبقى حلوه. هنا بقى كده خلاص انا كنت عملتها. هحط بقى عليها التوابل. طبعا كل التوابل برضو اللي انتوا عايزين تحطوها، ممكن توابل سمك، البهارات العاديه اللي احنا بنحطها العاديه، اللي هي ملح وكمون، كزبره، ممكن سنه فلفل اسود عشان بس طماطم. بس وخلاص كده كده انا تبلته كله، وهقلبها بقى كلها مع بعض. وكده السمك اهو في التتبيله اللي انا قلت لكم عليها، التوم، تتبيله التوم، عشان يبقى اللحم نفسه طعمه متبل. جبت بقى ورق الفويل وعليه ورق زبده، ما عندكيش ورق زبده اعملي بكراسه الرسم زي انا كده. انا جبت كراسه الرسم وخدت منها ورقه لان ما لقيتش عندي ورق زبده، فطبعا لازم هتصرف. والورق بتاع كراسه الرسم بيقضي برضو نفس الغرض على فكره. شايفين بقى؟ بسم الله ما شاء الله، حلوه جدا. هنا بقى بنقفل عليها من الجناب، واحنا بنقفل بنعمل زي سور كده، بحيث ان الخلطة اللي انا عملتها ما تقعش من السمكة. وفي نفس الوقت السمكة ما تتفكش لان هي مفتوح بطنها مش مفتوحة سنجير. بس انا بقى طبعا زودت الفتحة لحد ما فتحتها زي الكتاب كده. شايفين بقى كده انا عامله لها زي سور ازاي؟ يعني بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، كان بجد حلو جدا. هنا بقى طبعا فنجان القهوة اللي ما ينفعش ان انا اعمل اي حاجة من غيره، ياسمين بنتي خدت منه. هنجيب بقى صينية وهنرص فيها السمك بنفس الطريقة دي كده. لازم تكون الصينية على قد مقاس السمك عشان ما يتكسرش ولا يتبهدل. هنحط بقى كده السلطة الجميلة اللي احنا عملناها دي فوقيه بقى كده من فوق، وهنرش عليها رشة زيت. اظن مفيش اسهل من كده. هتستوي في ورقة الكراسة بتاعة الرسم وهتشوفي عاملة ازاي، بجد تحفة. وكان طعمها روعة لان طبعا السمك كان متبل والسلطة متبلة، فاحيائهم بصراحة كان حلو جدا يعني، كان مظبوط. اهي بنفس الشكل ده هنحط بس ايه معلقة زيت كده على كل واحدة، وبعد كده هندخلها الفرن. شايفين بقى الشكل بتاعها؟ تحفة يعني بجد والله ما شاء الله اللهم بارك، تحفة. والسمكة طرية وجميلة جدا ولذيذة جدا جدا. ما خدتش وقت كبير. شايفين عاملة ازاي؟ فصوص بيضة تحفة، اللهم بارك. قولوا لي ايه رايكم بقى في الوصفة، ولو عجبتكم لايك وشير واشتراك في القناة. مع الف سلامة.